السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا جديد وبسيط وكلش سهل شلون تخفي الملفات بحاسبة، يعني ويندوز 7 أو أي حاسبة. مثل ما تشوفون مثلا عندنا هذه كلمة مجلد فارغ، شلون أخفي هذا المجلد وشلون أظهر المجلد. أحدد المجلد بالنقرة على الماوس، كلوك أيمن، أروح على آخر شي خصائص، أضغط على الخصائص، اروح على كلمة مخفي مثل ما تشوفون، احط صح، اقول له تطبيق، موافق، موافق. هسه اختفى الملف مثل ما تشوفون، ملف اختفى. كلمة شلون اطلع هذا الملف؟ طبعا بالكيبورد موجود كلمة اسمها Alt، اضغط على كلمة Alt، راح يطلع عندنا ادوات، اضغط على ادوات، خيارات المجلد، اضغط على خيارات المجلد مثل ما تشوفون كلمة عرض، ادخل عليها ثاني وحدة على العرض، انزل بالماوس، اظهار الملفات والمجلدات ومحركات الاقراص المخفية، احدد، اقول له تطبيق، اقول له موافق. الملف اللي خفيناه طلع مثل ما تشوفون، هذا اللي طلع الملف. نريد نلغي هذه الفقرة شلون؟ يعني نخليه دائما اظهار، كلوك ايمن، تنزل اخر شي خصائص، تضغط عليها مخفي، توخر الصح، تطبيق، موافق، موافق. هذا كل ما في الأمر. أتمنى فاتكم الشرح وشكرا لكم، مع السلامة.